الطفلة اللي قدامكم في الصورة دي اسمها جانيت، عندها 10 شهور. اللي حصل معاها للأسف محدش يتوقعه ولا يتخيله، وممكن يحصل مع أطفالكم كلكم. عشان كده بقول بالله عليكم خلي بالكم على أطفالكم. فيا ريت بعد إذنكم كده تعملوا لايك وشير كتير للفيديو، لأنه مهم جدا جدا وعايز يوصل لكل الناس. ويا ريت الناس كلها تعمل لايك عشان نقدر نجيب حق جانيت وغيرها من الأشكال دي. إيه بقى اللي حصل؟ جانيت بنت سودانية الجنسية عايشة في مدينة نصر مع باباها ومامتها وأختها الصغيرة. مامتهم سابتهم كانوا بيلعبوا في الشقة ودخلت تنام، لكن جانيت طلعت على مدخل باب العمارة لأن أختها ما كانتش موجودة وكانت في الحمام. المهم بعد كده أختها خرجت من الحمام الصغيرة ما لقيتهاش، على طول طبعا صحت مامتها وبدأوا يدوروا عليها، لكن البنت طبعا ما فيش خالص أي أثر. بلغوا الشرطة باختفائها، وعلى طول طبعا الشرطة بدأت تتحرك وتكثف التحريات لحد ما وصلوا للي خطفها. طلع عامل ديليفري اللي قدامكم في الصورة ده. عامل ديليفري عنده 22 سنة واعترف بحاجات عمرك